مرحبا وأهلا فيكم. وصفة اليوم هي الكبة المقلية، اقتصادية بدون هبرة، مقرمشة وذهبية، ناجحة 100%. لكن لا تغلطوا الغلطة اللي أنا عملتها، ولا تقلوا الكبة بهي الأداة أو بهذا النوع من الطناجر اللي أنا غلطت وجربت إني أقلي الكبة فيه. راح تشوفوا كل شي بالمختصر المفيد بالفيديو. بسم الله منبلش. أول شي ضفت 4 أكواب من البرغل الناعم بوعاء، ورح أضيف عليهن سميد القمح حبة متوسطة، نفس السميد اللي بنستخدمه للمامونية. طبعا من ضفت السميد ليسهل علينا، هو مثل فيكو تعتبروه بديل الهبرة، بساعد على انه الكبة تتماسك. رح أضيف هلا 5 أكواب من المي المغلية، ورح حركها منيح لحتى أتأكد انه حبات البرغل كلها تشربت من المي. بعد ما نحركها منيح مع المي، رح أغطي الوعاء منيح وبخليه لمدة ساعة لحتى تتفتح حبات البرغل. بهاي الأثناء لبين ما تجهز عندي الكبة أو حبات البرغل، بنروح منحضر التهويسة أو حشوة الكبة. رح أحط بمقلاة على النار، رح أحط فيها شوية زيت، ورح أحط كيلو من اللحمة الناعمة. رح أضيف عليهن ملعقة صغيرة من 7 بهارات، ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود، رشة من البابريكا أو الفلفل الأحمر، وملعقة ونص من الملح أو حسب الذوق. بحرك اللحمة مع البهارات. وفي ملاحظة أنه لازم اللحمة ما كتير تكون مدهنة، لأنه لا، إذا كانت الحشوة مدهنة كتير رح تعذبنا أثناء شغل الكبة وأثناء تسكيرها، فلهيك يفضل ما تكون اللحمة كتير مدهنة، وإذا كانت مدهنة يفضل إنه ما تحطوا زيت. هلا رح ضيف عليها 5 بصلات متوسطة الحجم أو حسب الرغبة، فيكم تحطوا أقل وفيكم تحطوا أكتر. البصل يفضل ما يكون ناعم كتير وما يكون خشن. رح أقلب اللحمة مع البصل منيح، وبغطيها على نار متوسطة لحتى تستوي تماما. هلا بعد الاستواء مثل ما انكم شايفين هون الحشوة صارت جاهزة. رح اخليها لحتى تبرد تماما، بعدين بتكون جاهزة للاستخدام. هلا لبين ما تبرد الحشوة بنرجع للبرغل او الكبة. هلا هون بعد ما نقعته حوالي ساعة، مثل ما انكم شايفين حبات البرغل كيف اتفتحت وصار من السهل انه نعجنه. هلا راح احط عليه بهارات الكبة. في بهارات جاهزة ممكن تستخدموها، او هاي البهارات اللي هلا انا راح اضيفها. راح احط بداية ملعقة كبيرة من الكمون، وملعقة كبيرة من النعنع الناشف او اليابس، ملعقة كبيرة من الملح، وملعقة كبيرة من دبس الفليفلة او معجون الفليفلة، بيعطيها لون حلو وطعمة طيبة، ورشة من الفلفل الاسود. هلا بعد إضافة البهارات رح بلش بعجن الكبة. بضل عم بعجن بهي الطريقة لحتى تتشكل عندي عجينة. بتضلوا عم تعجنوا بالبرغل لحتى تحسوا انه ايديكم تعبت. ملاحظة، الكبة قد ما اخذت عجن ودهك كل ما عطت نتيجة افضل. بدها عجن كتير، كل ما انعجنت اكتر كل ما حصلنا على نتيجة افضل. هلا هيك بالنهاية رح بعد العجن طبعا الكافي رح يصير مظهرها بهذا الشكل، مثل ما انكم شايفين عبارة عن عجينة. هلا طبعا اثناء شغل الكبة انا دايما بحط جنبي مي ومذوبة فيها شوي من النشا، كتير بيساعد بشغل الكبة بالايداي بالمي. ومثل ما انكم شايفين أول شي بشكل كرة، وبعدين بواسطة الإصبع بنعمل فيها حفرة، وبنضل عم ندور فيها وبنفتلها مثل ما موضح تماما بالفيديو لحتى نحصل على شكل رقيق والأطراف كلها تكون مثل بعضها. هلا بعد ما حصلت على هذا الشكل رح أعبيها بالحشوة المجهزة مسبقا. طبعا لازم تكون الحشوة باردة تماما، بردت تماما. وبالنسبة للتسكير بسكرها مثل ما موضح عنكم بالشكل، بالإيد شوي بمية النشا بتساعدني على الشغل وبتعطيني نتيجة أفضل. وبسكر بهذا الطريقة، بضل بلمة وأنا عم ببرم أصابعي
بفتل بإيد وبلم بإيد تانية لحتى أحصل على هذا الشكل. بالآخر بعد ما تتسكر تمامًا فيكو بمية النشا تعدلوها أو تزبطوا من مظهرها أو من شكل قطعة الكبة، وهذا هو الشكل مثل ما انكم شايفين. أنا بعملها هيك على شكل تسمى الكبة اللوزية. هذا الشكل بحسه أسهل شي لما الوحدة بدها تعمل كبة بإيدها وبدون ماكينة. هلا قطعة تانية كمان للتوضيح أكتر بنفس الشكل رح أعمل كل الكمية. هلا أنا هون بس كنت عم صور هيك على السرعة ما غطيت الكبة، بس يفضل طبعا إنه الكبة تتغطى وتاخدوا أول بأول منها من تحت الغطا مشان ما تنشف، لأنه الكبة إذا نشفت رح تعذبكم بالشغل. وهلا بنوصل لطريقة قلي الكبة. أنا هون جربت إني أقلي الكبة بهدول الطناجر متوفرة عندي نوع جرانيت، وبصراحة ندمت كتير، يعني أول وآخر مرة. طبعا استنيت بعد ما حمي الزيت، لأنه الكبة المقلية لازم تنحط بزيت حامي. الزيت إذا ما كان حامي الكبة بتفرط. حطيت فيها قطع الكبة وللأسف أخدوا وقت كتير وما كان يتغير لونن أو يعني ما كانوا يستووا، وحتى لون الزيت اتغير. حسيت إنه عم ينسلقوا سلق ما عم ينقلوا قلي. وللأسف هي إن كانت النتيجة، تكسروا وفرطوا كل الزيت دخل على جواتن. فأنا بما أنه متأكدة من الطريقة ومن زمان ما اعتمدتها فكرت إني أجرب الطنجرة، يعني خطر لي إنه ممكن يكون من طريقة القلي. فحطيت طنجرة الجرانيت على جنب ورجعت على طنجرة القديمة اللي بتوم، ومثل ما انتم شايفين مباشرة بين الفرق وبسرعة أخذت الكبة لون. وهلا رح تشوفوا النتيجة. شايفين لونه؟ إن شاء الله يكون واضح. قرمشة الكبة دليل نجاح الوصفة. جربوها على طريقتي ولكن بعده عن طناجر الجرانيت نصيحة. الجرانيت أو أي طناجر بيكون سفل سميك أبدا مو خيار مناسب للقلي، لأنه ما رح يوزع حرارة بشكل مناسب. إن شاء الله تكون عجبتكم الوصفة وألف صحة وهنا سلفا. إذا جربتوا اكتبوا لي بالتعليقات وعطوني رأيكم بهي الوصفة، والسلام عليكم.